بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص أسئلة وإجابات عن الغنم. رقم واحد: ما هي درجة حرارة الجسم الطبيعية بالنسبة للغنم؟ درجة حرارة الجسم الطبيعية بتبدأ من 38.3 إلى 39.9 درجة مئوية، وهي دي درجة حرارة الجسم الطبيعية بالنسبة للغنم. رقم اتنين: في أي عمر الغنم تخش للتلقيح؟ يعني واحد بيسأل أنا عندي نتاية، إمتى تطلب عشر أو إمتى أخليها تعشر أو تخش للتلقيح؟ طبعا كل الغنم مش زي بعضها، على حسب الغنم اللي عندك، غنم شبعانة غنم جعانة، وكل ما تأخر النتاية يكون أفضل ليك وليها على عمرها الافتراضي. يعني أفضل عمر بالنسبة للنتاية أول مرة تخش للعشر من 10 شهور لسنة، بتكون النتاية أو النعجة يعني خدت حقها في التربية، داخلة شبعانة، داخلة ساقو، داخلة جامدة لموسم التلقيح الجديد عشان تديك أعلى خصوبة وأفضل مواليد. رقم 3: ما هي مدة أو فترة العشر للنعجة؟ فترة العشر يا جماعة بتبدأ من 150 ل 155. يعني في نعجة بتولد على 5 شهور، وفي نعجة بتولد على 155 يوم، يعني بتفرق معاك 5 أيام قبل أو بعد. رقم 4: النعجة ممكن تولد كم مرة في السنة؟ أي غنم بتولد مرة ونص في السنة وبترجع على حسب الحالة. رقم 5: خروف أو غنم التسمين ينفع ياكل خضرة يعني برسيم؟ في واحد بيقول لك إيه، أنا عندي غنم بعلف أو عندي خرفان بعلف، ينفع أحط وجبة برسيم؟ طبعا ينفع، بس ما تخليهاش وجبة أساسية، ولكن خليها وجبة إضافية في نص النهار. ويفضل تأكل الخضرة بعد حشها بيومين، يعني يفضل تأكل البرسيم بعد حشه بيومين، يعني يكون محشوش وانت سبته يومين عشان نسبة المية اللي فيه تقل. يعني تأكل عادي وتخلي البيم يملى بطنه عادي، ما تقلقش، بس في أول النهار وجبة علف وفي آخر النهار وجبة علف. رقم 6: خروف التسمين بيحول كام كيلو في الشهر؟ المعتاد من 7 كيلو ل9 كيلو، وبرضك مش كل الغنم، أنا بكلمك على الخروف الرحمن بيحول من 7 ل9 كيلو، ده المعتاد بنسبة 80%، وبترجع لحالة الغنم وتركيز على الفتك، ده بالنسبة للخروف الرحمن. رقم 7: ما هو أفضل عمر للتسمين؟ ما هو أفضل عمر للتسمين؟ واحد بيقول لك يعني أجيب الخروف أو أجيب النتاية عمر قد إيه وأبدأ معاه تسمين؟ من 5 شهور ل6 شهور، بتكون الحالة شبعانة لبن، الحالة سقو، تجيب معاك مناعة وتديك تحويل، يعني من 5 شهور ل6 شهور. رقم 8: ما هي أفضل فترة لدورة التسمين؟ يعني واحد بيقول لك أنا جبت خروف أو نتاية، أسمنها كم يوم أو أسمنها كم شهر أو أخلي دورة التسمين بتاعتي قد إيه، مدة قد إيه؟ أفضل مدة يا جماعة بالنسبة لفترة التسمين ليك وللغنم من 5 شهور ل6 شهور، يعني من 150 يوم ل 180 يوم. رقم 9: ما هو أفضل وزن لخروف اللحم؟ لأن في ناس كتير بتقول لك إيه، أنا ممكن أخلي الخروف يوصل 80 و100 وبخليه يقعد عندي سنة. غلط. تمام. أفضل وزن بالنسبة لخروف التسمين اللحم من 55 كيلو قايم صح كده على رجله لحد 65 كيلو قايم، من حيث التسويق والطلب وشكل وطعم اللحم. الوزن المثالي بالنسبة لغنم اللحم وبالذات الخرفان من 55 معاك لحد 65 كيلو. طب ممكن أقل، طب ممكن أزيد، ينفع، بس أنا بديك وزن أو بقول لك على وزن تكون الدنيا كلها طلباه والزبون بتاعه كتير واللحمة بتاعته مطلوبة ونسبة الدهون فيه بسيطة ونسبة اللحم الأحمر مقبولة وكويسة. يعني معاك وزن من 55 لحد 65، الزبون كتير بنسبة 80%، بيبقى سعر الخروف
كويس تمام للزبون على قد جيبه تمام، وبيبقى سعر كيلو اللحم قايم ليك انت كصاحب مشروع كويس، لان دي بتبقى اميز لحمه. لان طبعا الخروف اللي هو 55 و65 بيبقى خروف طالع لباني ما كسرش ولا سنه، معلوف علف محترم، فاللي بياخد منه لحمه كويسه وبيبقى الطلب عليه كتير.